السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. وعايز أسأل حضراتكم فيه سؤال أو سؤالين. السؤال الأول: إيه الداعي من إنه العريس أو العروسة بيعملوا أكل يوم العرس وتلاقي الناس ملمومة وتلاقي الناس بتاكل مع اليوم ده، خصوصا لو الناس دي من نفس البلد؟ يعني إيه الفكرة من إني جاي أنقط أو جاي أعمل الواجب بتاع إن أنا أبارك لك وآكل؟ يعني أنا نفسي أفهم إيه الفكرة، ليه بنصعبها على نفسنا؟ طيب دي نقطة ممكن اتقبلها شوية لو اللي بياكل ده واحد جاي من بره، يعني مثلا يوم الحنة جاي لي واحد مثلا من خارج البلد فجاي ياكل عندي، طبعا بحكم انه ده ضيف. لكن اهل البلد ليه ياكلوا عندي يوم الفرح؟ ادي اول نقطة، ليه بنصعبها على نفسنا. النقطة الثانية: ليه الناس بتروح على يعني مثلا انا من البلد اهو وعارف انه مثلا طارق عنده فرح، فانا مش مدعو اروح اكل في الاكل. وطبعا ما بيروحش واحد، بيروح واحد واثنين وثلاثه من عينتي بيروحوا ياكلوا وهم مش معزومين، وبالتالي يبقى العريس قدام امر من الاثنين: اما انه هو يطردهم وطبعا بيبقى شكله بايخ وهيزعلهم ويزعل الناس منه، او انه هو يتفضح لانه طبعا الاكل هيبقى قليل، تمام، او انه هو يعني هيتفضح قدام الناس اللي موجوده لانه اكله قليل، او انه يبقى مجبر ان هو يروح يشتري اكل بزياده وبالتالي يتكلف فلوس اكتر وبالتالي يتضغط اكتر في فتره هو اصلا عايز فيها كل مليم. فايه الداعي؟ يعني ليه انا اعمل الاكل اصلا لاهل البلد؟ وليه ان انا واحد مش معزوم اروح اكل في حاجه مش من حقي ان انا اكل فيها، خصوصا ان محدش عزمني واكلف الناس فوق طاقتها؟ وليه ده يحصل يعني؟ فانا بس عايز حضراتكم تتناقشوا معايا في الموضوع ده، لان الموضوع بدا يزيد وبدا يبقى ماسخ وبدا يبقى فيه نوع من انواع يعني الافتراء على النفس. يعني انا بفتري على نفسي لما بعمل الوليمه دي، وكمان الناس بتفتري عليا لما بييجوا ياكلوا بدون اذن وبدون يعني وجه حق، خصوصا ان هم مش مدعوين. فيا ريت نتناقشوا الموضوع ده مع حضراتكم. سلام.